السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي يا جماعة عن حفلة الكاف للأفضل في أفريقيا. زي ما احنا كلنا عارفين إن الكاف بعد نهاية كل موسم بيعمل حفلة بيختار فيها الأفضل في كل شيء. يعني دلوقتي بيختار أفضل منتخب، أفضل لعيبة، أفضل مدرب، بيختار الأفضل في كل حاجة من الموسم اللي فات. دلوقتي يا جماعة الكاف دلوقتي طلع رسميا أعلن كل القوائم النهائية للأفضل في كل حاجة. ولكن يا جماعة اللي يشوف القوائم دي كلها يلاقي أبرز فريقين: الأهلي والوداد. الاهلي الوحيد اللي مشرف مصر في الحوار ده كله. يعني دلوقتي لولا النادي الاهلي ما كناش سمعنا عن اسم مصر اصلا، لان حتى في المنتخبات العشرة قبل التصفيه ما كانش فيه منتخب مصر. تخيل بس معاك كده، لولا الاهلي ما كناش نبقى موجودين خالص في الحفله دي كلها. والوداد برضه بينافس الاهلي بشراسه على كل حاجه. يعني دلوقتي منافسه وداديه اهلاويه على الجوائز كلها. ولكن يا جماعه والله انا محزنني في كل الكلام دون ان حتى ما فيش لاعب واحد حتى من الزمالك. مش هقول لك حتى ايه يختاروا في فريق، لا، لعيب واحد حتى زيزو. ولكن حتى زيزو اللي شايل الزمالك مش موجود اصلا في القائمه. انا كده دول يا جماعه عن افضل لعيبه داخل القاره. القائمه دي كلها شهدت 4 لعيبه من النادي الاهلي: محمود كهربا، بيرسي تاو، علي معلول، والشناوي. 4 لعيبه من النادي الاهلي لوحدهم. يعني النادي الاهلي واخد اكبر نسبه في اللعيبه. بينافسوا بقى مين؟ من الوداد يحيى جبران ويحيى عطية الله، ثنائي الوداد. وبرضه بنفسه فيستون مابيلي، ولكن فيستون مابيلي دخل القائمه دي حاسس ان هو كان في يان افريكا مش في بيراميدز. برضه بينافسوا زين الدين بالعيد قائد اتحاد العاصمه، وبيتر شالولي مهاجم سان داونز، وبرضه ايمن محيوس لاعب اتحاد العاصمه. كده دي القائمه كلها. انتوا بقى يا جماعه متخيلين معايا ان لولا الاهلي كانش في لعيب مصري هيخش القائمه؟ يعني ولا حتى زيزو اللي مكسر الدنيا مع الزمالك وشايل الفريق، ولا اي حد. الاهلي لولا في القائمه دي حدث 4 مراكز لنادي مصري وهو نادي الاهلي. فلازم برضه يا جماعه نشيل بالحته دي. هنخش دلوقتي يا جماعه بقى عن قائمه افضل فرق في القاره. الاهلي بينافس الوداد، وده شيء طبيعي جدا. فريق الوداد عمل موسم برضه عالي جدا وموسم محترم. وبرضه بينافسوا سان داونز واتحاد العاصمه الجزائري ويان افريكا. برضه للمره الثانيه لولا الاهلي ما كانش هيبقى فيه اي فريق مصري في الافضل في افريقيا. ولا انا بتكلم غلط؟ انا بقول لك حسب الارقام وحسب كل حاجه. والله العظيم انا كنت اتمنى لعيب من الزمالك زي زيزو الزمالك يخش القائمه، لكن ما فيش. لان القائمه دي بتعتمد على الناس اللي عملوا موسم افريقي، الناس اللي شاركوا في بطولات افريقيه ونافسوا فيها وخدوا البطوله وعملوا ارقام قياسيه. لكن احنا السنه اللي فاتت احنا طلعنا حصاد افريقيا، يعني دي الصراحه. هنخش بقى دلوقتي يا جماعه عن قائمه افضل مدربين في القاره. اول حاجه اختاروا مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، الفائز مع الفريق ب4 ألقاب في الموسم اللي فات، وحاصل على برونزيه كاس عالم. بينافس بقى مين بقى؟ تخيل بقى معايا ايه كولر بينافس مين؟ كولر بينافس وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب اللي عمل معاهم اداء ولا اروع في كاس العالم. وبرضه بينافس عبد الحق بن شيخه مدرب اتحاد العاصمه اللي كسب الاهلي في نهائي السوبر الافريقي بنتيجه 1-0. طبعا شفنا المباراه دي كلها. والمدرب اليو سي مدرب منتخب السنغال، وتوم سيفنت مدرب منتخب جامبيا. اخر الجوائز في البطوله دي وهي جائزه افضل حارس في القاره، وهم 5 حراس. اولهم ياسين بونو اونانا حارس مانشستر يونايتد، ومحمد الشناوي حارس النادي الاهلي، وادواردو مندي حارس النادي الاهلي السعودي، واخرهم ويليامز حارس مرمى سان داونز. انت يا جماعه دلوقتي لو قريت القائمه دي كلها هتلاقي ان الاهلي والمغرب واخدين نصيب الاسد من القائمه دي. الاهلي في الحفله دي مشرف مصر. ده بيدل يا جماعه على النجاح الافريقي. انا بتكلم يا جماعه بس على الفرق اللي عامل نجاح افريقي. يعني مثلا دلوقتي في خناقه قايمه بتقول لك ايه: ازاي حسين الشحات ما يدخلش القائمه؟ ازاي محمد عبد المنعم ما يخش القائمه؟ شايف؟ يعني انت متخيل معايا يا جماعه؟ ده لو معناه حاجه معناه ان الاهلي ناجح. احنا بنتكلم بالارقام وكل حاجه، الاهلي ناجح. الزمالك ما دخلش اصلا القائمه دي ولا شمها، ولا حتى زيزو نجم الفريق ما دخلش القائمه ولا عمل اي حاجه. انا بتكلم يا جماعه بس على بيوريك ايه المنظومه الناجحه حاليا في مصر هي النادي الاهلي، وكل الارقام وكل الكويس وكل حاجه شكلها كده بما فيهم الكاف. لا، وبرده في المغرب فريق الوداد عامل ارقام قياسيه، عامل موسم محترم برده، مشرف المغرب وكل حاجه. وده شيء طبيعي. المغرب فرقه برده كتير. يعني انت متخيل معايا لولا الاهلي ما كانش فيه فريق مصري ولا حتى منتخب مصر دخل القايمه دي الصراحه، ودي الحقيقه ولازم نشهد بكده. الاهلي مشرف مصر في الكاف والفيفا في كل البطولات. بس يا جماعه لازم ندي كل فريق حقه. الاهلي عامل حاجه حلوه هطلع اقولها لك. يا جماعه انا هنا يا جماعه اتكلم بكل حياديه. وبرضه يا جماعه مش عايزين ننسى المغرب، المنتخب بتاعها اللي شرف العرب كلهم في كاس العالم، رابع كاس العالم، وكانوا زعلانين اصلا ان هم خدوا الرابع. يعني انت متخيل العقليه؟ كانوا عايزين ينافسوا، لكن احنا اصلا ما صعدناش. وفي الفرق الاهلي صعد والزمالك ما عملش اي حاجه في افريقيا وخرج حصاله. والناحيه الثانيه الوداد نهائي افريقيا قدام النادي الاهلي، ونهائي السوبر ليج قدام سان داونز. في المباراتين الوداد برضه عمل اداء محترم وطلع، وكان كله بيقول له شابوه هارد لك.
بس كده يا جماعه. انا في الاول وفي الاخر ومارسيل كولر، يعني حتى مارسيل كولر، وتخيل معايا مارسيل كولر الاهلاويه قلبين عليه مرشح لافضل قاره، وهم قلبين عليه، انت متخيل معايا؟ مش عاجبهم. وبرده محمد الشناوي، نيجي محمد الشناوي. محمد الشناوي بينافس ادواردو مندي اللي كان بيلعب في تشيلسي الموسم اللي فات، ان هم بياخدوا الاحصائيات بالموسم اللي فات، وبينافس اونانا حارس مانشستر يونايتد، وبينافس اسيم بونو اللي كان حارس اشبيليه. انت متخيل بس المستويات الاهلي وصل لها؟ انا كل اتمنى حتى الزمالك كان يشارك منه اي لعيب، حتى زيزو. انا مش هقول لك ما فيش الا زيزو، اصل هو المشكله ما عنديش الا زيزو اتكلم عليه. فبس كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر الاهلي بيثبت ان هو المنظومه الواحده الناجحه في مصر، والمغرب اللي مشرفه منتخبها وادارتها والناس اللي دايرين المغرب عندهم، عكسنا احنا رايحين في داهيه. وبرده فريق الوداد برده بيشرف المغرب، ده شيء طبيعي. المنظومه الكرويه عندهم بتتطور، واحنا عندنا بنروح في داهيه. مش هتكلم اكتر من كده. بس كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي، راي حد راي تاني. كلنا مفتوحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.